اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساء الخير عليه وعيونكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ كنت في السوق وحبيت اشتري كده شوية حاجات في البيت، وقلت كده اما اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. جبت ايه؟ جبت رز، وجبت الرز اللي بيقولوا ب12 جنيه. انا مش لاقي اي رز خالص ب12 جنيه، على فكرة الرز ب19 وب20 جنيه. والحمد لله رب العالمين، ربنا يرخي قوتنا يا رب كده ان شاء الله. جبت بتنجان رومي كيلو ب7 جنيه، والبصل الكيلو ب5 جنيه، والفلفل الرومي ب10 جنيه، والطماطم ب6 ونص وب5، والبطاطس ب11 جنيه وب12. دي جايباها ب11. طب هنعمل ايه النهاردة؟ كده هنعمل ايه؟ شوية كبدة كده بلدي مع شوية كلاوي وشوية سجق. انا جايبة من كل حاجة نص كيلو. طبعا الاسعار كلها هاي، مرتفعة قوي. فحبيت ان انا اعمل حاجة كده على قد امكانياتي. مش لازم ان انا اجيب كيلو من كل نوع او 2 كيلو او الكلام ده كله، لا انا بجيب على قدي، على قد الطاقة اللي احنا بناكلها، ما بتبقى طاقة غدا بقى. فده نص كيلو سجق، سجق بلدي جايباه من عند الجزار. حبيت بقى كده ايه اوريهولكم انا عملته ازاي. طبعا كلكم اشطر مني، احنا متفقين على النقطة دي، ان انا مش بعلم الناس الكبيرة، كلكم على راسي. ده كده يعني بوريكم يومياتي انا ماشية ازاي، بس مش اكتر. حطيت شوية زيت كده، ونزلت بالبصل، قطعاه كده حلقات مربعات، يعني كده ايه، مش حاجة متساوية يعني. والله مشي نفسك على قد امكانياتك، مش ضروري ان انت تعملي حاجات كتيرة قوي. مش لازم ان انت تعملي اكل وترميه ويبقى بزيادة وترميه في الزبالة. او طبعا ما بقاش كنا زمان اجدادنا وجداتنا يعني، والناس اللي راحوا عند ربنا دول كانوا ممكن يجيبوا طيور ويربوها في البيت. ما بقاش في حد دلوقتي بقى خالص بيربي طيور. فطبعا كل الاكل بيترمي في الباسكت يعني، فحرام صراحة. لا احنا نوفر ونعمل اكل كده على قدينا، واللي يتبقى منك حطيه في علبة وحطي، او حطيه في كيس وحطيه في الفريزر طلعيه. ممكن تحمري جنبيه شوية بطاطس، تعملي جنبيه رز، تعملي جنبيه مكرونة. يعني في الغلو اللي احنا فيه ده كده نمشي نفسينا، وما نحاولش ان احنا نقزمها على نفسينا. كنا بنعمل كميات كبيرة، لا نعمل كميات على قدنا، وبرضه ما نحرمش نفسنا وما نحرمش ولادنا من اللي هم نفسهم فيه. كل حاجة متوفرة في السوق والحمد لله. وطول ما رزقنا على الله ما نقلقش من اي حاجة. انا كده حطيت البصل والفلفل الاخضر كده، ونزلت بالطماطم. في ناس ممكن ايه، ممكن تشوحيه كده برضو من غير اي حاجة خالص على فكرة. لو انت حابة برضو تعمليه كده من غير الخضار اللي فيه دون، ممكن شوية زيت كده وتشوحيهم مع مثلا فصين توم ولا حاجة وخلاص على كده. بس انا حابة برضو ان انا اعمل كده ايه تغيير شوية، وفي نفس الوقت ايه يعني عشان يلاقوا غموز يغمزوه الولاد. انا ببقى غسلاه عامة السجق ده مطرح برضو، لانه بيبقى متعلق في الشارع. بغسله كويس تحت الحنفية، ممكن تحطي عليه مية سخنة، ممكن تغسليه كده بمية عادية من الحنفية. انا غسلته بمية من الحنفية كده عادية. نزلت كده بشوية ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا. مش شطة دي يا جماعة، الاحمر ده بابريكا. انا قلت عشان لما ازود لها مية عشان الخضار يستوي تدي لون احمر كده حلو. حابة بقى تحطي تخليه سبايسي، ممكن بقى في القرن فلفل حراق، عايزة تحطي شطة حطي، لكن انا مش حاطة شطة، انا حاطة بابريكا. مبياخدش معاكي ثواني. هو مشكلته بس ايه، لو هتأخري شوية يعني ال10 دقايق ولا ال5 دقايق، يبقى في تحضير البصل والتقطيع والفلفل والطماطم. انما هو على النار كده ولا اي حاجة. يعني دي اكلة سريعة، تقدري تعملي جنبها بطاطس محمرة تاكليها كده لوحدها، جنبها مخلل، جنبها طماطم، جنبها سلطة، ممكن طحينة، اي حاجة بتمشي جنبها صراحة، بيليق معاها اي حاجة. انا هنا كده خلاص تمام كده استوى. عملت لكم لايك كده تمام. لو وصلتي هنا بقى في الفيديو كده ما تنسنيش كده بقى من اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش انزلي كده دوسي على الزر اللي تحت الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك. دي بقى الكبدة، انا عصرت عليها ليمون، على سن الليمون بيشيل الزفارة. ما تحطيش عليها خل، الخل هيهريها. الكبدة والكلاوي يعني مع بعض.
جبت طاسة، لا صينية، معلش، بتلخبط طول النهار بتكلم، فتلاقوني من كتر الكلام بتلخبط كتير جدا. شوحت كده توم مفروم، ونزلت بعد كده بقى بالبصل والفلفل الأخضر. آه والله الأكل ده أكل خفيف وسريع، وتلاقيه شهي بيأكل. يعني احنا طبعا ولادنا كلهم عايزين بانيهات، وعايزين مكرونة بشاميل، وعايزين طواجن مكرونة، عايزين كشري، عايزين الأكل اللي هو اللي ايه، بعيد عن الرز والطبيخ والغرف والكلام ده كله. فيعني دايما كده الواحد في نص الأسبوع كده، أو يوم في الأسبوع أو يومين، يحاول يرضيهم ويعمل لهم الأكل اللي بيحبوه، وفي نفس الوقت بيبقى سهل. نزلت هنا حطيت شوية مية، انا ده مش خل على فكرة، ده مية، يعني عشان اسوي بس البصلاية والفلفل الاخضر. شربت المية اهو، رحت نازلة بالكبدة، عملت كده وسعت لها كده مكان ونزلتها في النص، ومش هقلبها غير اما تاخد لون، عشان انا مش عايزاها ايه، يعني ايه تنزل مية او حاجة، عايزاها تنشف كده الاول، وبعد كده اما احس انها خدت لون ونشفت كده بروح مقلبها بقى. أكلة سريعة، ودي كده شوية بطاطس محمرين جنبيهم، والله وكان يوم جميل جدا. تقدري بقى تحطي جنبها جرجير، عندك ترشي في التلاجة، تقدري تعملي سلطة، بتليق معاها أي حاجة. ممكن عيش بلدي وتروحي حاطة فيه جرجير كده، وتحطي بقى الكبدة دي فيها. بس احنا بقى ممكن عيش فينو، اللي في مقدرتك واللي نفسك فيه اعمليه. هي أكلة جميلة كده، أنا قلت بس أفكركم بيها. ممكن تعملي كبد وقوانص، ممكن تعملي جنب الأكل ده كده، ممكن نوع واحد بس، ممكن تعملي جنبيها شكشوكة كده. يعني مشي نفسك كده واقتصدي كده على قد ما تقدري. و بيقولك ايه، البطن ما بتشبعش، طول ما احنا قاعدين عايزين عايزين عايزين. وبس الأفكار بقى هي المشكلة، ان احنا ايه كستات كل يوم مش عارفين نعمل أكل ايه، كل يوم في حيرة نعمل أكل ايه. انا عن نفسي بطلت اسال ولادي، كل واحده ليها طلب، وكل واحده عايزه اكله من الشرق والتانية عايزه من الغرب، والاقي نفس الشحطات. حتى لما اجي اقول لهم اعمل لكم اكل ايه للمدرسه وانتوا رايحين الصبح، يا ماما لا مش عايزين كذا، انا كانت ماما تحط لي الاكل في الشنطه اللي موجود كنت اكله. لكن دول بقى لازم يتامروا عليا ويتنكوا عليا. انا غرفته هنا، ده بقى كده خلاص. ودي طحينه، شويه سلطه خضرة كده مع البطاطس، تحطوا بقى العيش او العيش البلدي او الفينو، تاكلوه بألف هنا على قلبكم. سلام.